واحد السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة سمية يو اس اي. اليوم غادي نشارككم فيديو خفيف طريف كيفاش دوزنا روتين ديال هاد الاحد. فمن فقت الصباح عرفت باللي السبت والاحد كنحاول دائما ندير فيهم فطور مغربي على حقه وطريقه. وهنايا فين اختاريت انني ندير البوشيار او الشيار، كل منطقه وشنو كيسميوه. العجين سهل ماهل، ما كيعذبش وما كيحتاجش تدليك بزاف. فهاد العجين ورثها الحمد لله من عند ماما، وماما تعلمتها من عند الوالده ديالها الله يرحمها، بمعنى ناجح ومضمون. فهنايا كما من بعد ما طاب راني زينته بالعسل وزيت الزيتون والزبده، وكل واحد كيزينو بالطريقه اللي بغا. من بعد ما سالينا الفطور خرجنا ضربنا دويره، دينا عمران واسيل للبارك. من بعد شدينا الطريق باش نمشي، نحاول نمشي للسويقه بهذا المعنى. مشيت لباريس سيتي، من البلايص اللي كيعجبوني بزاف اللي كيبيعوا فيهم مستلزمات الحفلات واعياد الميلاد، لان عمران عنده عيد ميلاد في مارس. فالحضانه ديالهم كل مره كيكون شي وليد عنده العيد ميلاد فهو كيشارك العيد ميلاد ديالو مع المؤطرين وكذلك مع الوليدات اللي كيكونوا معاه في الحضانه. ناويه ان شاء الله ندير له كيك في الدار بالطريقه ديالي، وان شاء الله الا بغيتوني نشارك معكم كيفاش غادي ندوز له العيد ميلاد او المستلزمات اللي غادي نديروا الكيك، خليوها لي في التعليق ونشارككم ان شاء الله. فعرفتي باللي النهار غادي يكون مشارجي شويه، غادي نفطروا معطلين، غادي نخرجوا، خصنا نمشي للبارك نمشي نتغدى. وجدت كويرات او الكفته ديال السمك، وجدتهم قبل ما نخرج من الدار، درت لهم التوابل والبهارات وخليتهم في الثلاجه بلا زيت حتى بغيت نطيبو. درت فيهم شويه زيت زيتون ودرت شويه البصله وراك عارفين الطماطم، ودرت الكويرات كيطيبوا، ودرت معهم واحد الفلفله حاره. فصراحه ما عنديش المعدنوس لا البقدونس، فكيبان لكم شويه اللون صفر واحمر ديال الحوت. فباش شويه نهرس هذاك اللون خديت شويه ديال السكاليونز ولا البصله الخضاريه، وغادي نزين بها ان شاء الله هاد الطاجين قبل ما نبغيو نتعشاو، وهكا كيكون ساهل ماهل. فمرحبا بكم، دائما ديروا لايك لهاد لا فيديو، ومن تساليو ديروا له بارطاج فضلا اكيد باش تدعموا القناه ديالي. ولا كنتو جداد اول مره كتشوفوا هذا الفيديو فمرحبا بكم كذلك، وشاركوا في القناه. بالنسبه للبطبوط تاو من بعد ما خبر طيبته راني سبق لي وشاركته معكم في القناه، نخليه لكم هنا كما كتشوفوا في اعلى الشاشه، ضغطوا عليه باش يديكم الفيديو. فحتى من المونيكا ولا البوبي ديال اسيل عومناها عباد الله باش اسيل تبقى على خطرها باش عرفوا نهار السبت والحد راه ما كاينش الراحه. المهم من بعد ما عاموا الدراري جيت نكمل عاوتاني العصير. هنايا الفواكه اللي كنشريها مجمده وواجده، صراحه فكره مزيانه بالنسبه للبنات ديال امريكا. راني شريتهم من بي جي. الا عندكم الممبرشيب ديال كوسكو ولا حتى في والمارت فين ما مشيتو صراحه كتلقاو هاد الفواكه اللي كتكون واجده. كندير معاهم غير برتقاله اولا ليمونه، وكندير معاهم شويه الماء وكنطحنهم هما مجمدين. منها كيجي بحال فرابي، منها كيجي منعش وكيجي زيت صحي. فصراحه بين قوسين كنتجنب انني ما نديرش العصائر اللي كتكون مصنعه، لان فيها السكريات وكذلك مواد الحافظه. وصراحه كينفعوا حتى في رمضان. حديثا عن رمضان بين قوسين، راني ان شاء الله مجده لكم شهيوات ديال رمضان اللي ناجحين وان شاء الله ما غاديش يحشموني معكم. يكفي انكم تبقاو دائما رادين البال شنو كنحط في القناه، واهم حاجه انكم تكونوا مفعلين الجرس باش كل مره اللي لاحظت شي ماشي قناه لاحظت شي فيديو في القناه غادي يوصلكم ان شاء الله. كما كتشوفوا بعد ما قطعت البرتقال درت عليه الفواكه مجمده ودرت عليه شويه الماء، وغادي نطحنو مزيان وغادي يجي بحال الفرابي وكيجي عاقد وكيجي لذيذ، وحتى الوليدات ان شاء الله غادي يبغيوه بزاف. فحتى بالنسبه للمتتبعين اللي في المغرب، ملي تلقاو شي فاكهه موجوده في الوقت ديالها وطايحه في الثمن، فدائما خذوها غسلوها مزيان وقطعوها وحتى خذوا بها في الفريغو في المجمد غتنفعكم مزيان مزيان صراحه لكل ولجميع المناسبات. فكتمنى ان فيديو اليوم الفلوق ديال اليوم يكون قربكم شويه للحياه ديالي في الولايات المتحده الامريكيه. تهلاو في راسكم، ونوعدكم ان شاء الله انني غادي نشارك معكم بوشيار ووصفات سهله رمضان ومضمونه، وغادي نخلي لكم كذلك اقتراح ديال رمضان اللي يلا صورته، بمعنى يلا وضعته في القناه. سمحوا لي بديت كندوخ راني الاخر النهار اليوم الحد راني عييت.
صورت الفيديو السفوف ولا سلو راني حطيته في القناه، نخليه لكم ان شاء الله في اعلى الشاشه في الاقتراح، ضغطوا عليه ونخلي لكم كذلك الرابط ديالو مع الرابط ديال الصندوق ناري والله الا دخت الرابط ديال ما غاديش نمسح هذا التسجيل لانكم بغيتكم تعرفوني على الطريقه ديالي العفويه ديالي. نخلي لكم الفيديو ديال البطبوط وديال سلو في صندوق او في خانه الوصف، والسلام عليكم، ونتلاقى معكم ان شاء الله في وصفه اخرى من وصفات رمضان، ونهاركم مبروك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.